ملخص الدوري المصري الاسبوع العاشر، الاسبوع ده اتلعب فيه 9 مباريات مش 10، عشان ماتش بيراميدز وبتروجيت اتأجل لشهر 12 اللي جاي بسبب بيراميدز لعبوا في بطولة افريقيا مع الفريق جيش البراندي وكسب 3-0 كان امبارح. وكمان خلاص كده صعد الدور ال 32. برضه هعمل لكم فيديو على الماتش اللي هيلعبها، الاهلي هيلاعب مين وبيراميدز هيلاعب مين في دوري ابطال اوروبا افريقيا ان شاء الله. هيتلعب بعد التوقف الدوري على طول. المطوشة النهارده الاسبوع ده كان دخل فيها 19 جون من 9 مباريات. كان في ماتش واحد بس تعادل 0-0 اللي هو كان ماتش فاركو ووادي دجلة. كمان لغاية دلوقتي هداف الدوري صلاح محسن ب5 أهداف. ويجي بعديه من الهدافين عندنا تريزيجيه وعمر الساعي وعبد الرحيم دغنوم عبد الرحيم عبد الدغنوم وعمر الساعي لعيبة المصري ومحمود تريزيجيه لاعب الأهلي، كل واحد فيهم ب4 أهداف. والصناع لغاية دلوقتي أكتر صانع أهداف محمد هاني لاعب الأهلي ب4، بيجي وراه أوتاكا لاعب سيراميكا ودياستي وادي دجلة وعلي فوزي وخالد الغندور وأحمد السيد زيزو، كل واحد فيهم 3 أهداف. الماتشات اللي اتلعبت في الدوري المصري الأسبوع ده 9 نتائجها كانت كالتالي: كان الإسماعيلي أضعف فريق في الدوري حتى الآن، خسر من سموحة 2-0. الاتحاد بيرجع تاني ينتصر بعد ما هتهزم 3-4 مباريات ورا بعض. كسب الاتحاد 2-1 المقاولين. المصري اخيرا بيفوز بعد ما تعثر ماتشين ورا بعض، كسب بنك الاهلي 1-0. الجونه بتفوز على طلائع الجيش 1-0. والزمالك بيتعثر لثالث ماتش على التوالي بعد ما خسر من الاهلي وتعادل مع وادي دجله، وتعادل المره دي مع غزل المحله 1-1. واكتر فريق متعادل في الدوري غزل المحله ب8 تعادلات. بعد كده كهرباء الاسماعيليه والاهلي الماتش خلص 4-2 للاهلي. وسيراميكا من اقوى فرق المنتشر الايام دي، بقى له 3-4 ماتشات بيكسب، فاز على حرس الحدود 3-0. وانبي بتفوز على زد 1-0 مفاجاه. ووادي دجله تعادل مع فاركو 0-0. ترتيب الدوري لغايه دلوقتي: المصري الاول ب10 نقط وهو اقوى فريق في تهديفا في الدوري 18 هدف. يجي الزمالك الثاني 18 نقطه نفس نقط المصري، بس فرق الاهداف للمصري. والثالث برضو الاهلي ب 18 نقطه وفرق الاهداف ليهم هم الثلاثه 18 نقطه بس فرق الاهداف. سيراميكا الرابع ب17 نقطه. انبي الخامس ب17. وادي دجله السادس ب16. بيراميدز السابع ب14 بس متاجل له ماتشين. كمان سموحه الثامن ب14. بتروجيت التاسع ب14. الجونه العاشر 11 زد